اصحاب المطاعم غادي يدعيوني من بعد هذا الفيديو السر باش تجيكم الدجاجه ديالكم طيبه في الفران بحال اللي كتباع في السناكات تماما، طريه وهشيشه ما تشبعوش منها، والروز يجي حبه لختها. غناخذوا 3 دروس ديال الثومه، قبيطه ديال المعدنوس، نص حامضه مصيره، التوابل اللي غادي نخلي مكتوبين اسفل الفيديو، معلقه كبيره ديال المطرد، ونص كاس ديال والماس. نتبل الدجاجه ديالي مزيان، ندخل ليها الشرموله مزيان مع الجوانب ونخليها ترتاح جانبا. الرز اللي سلقناه نص سلقه نضيفوا معاه زيتون مقطع، كبده اللي مسلوقه ومقطعه، الحامض مصير حتى هو مقطع، ما تبقى من الصوص اللي صيبنا، وشويه ديال زيت الزيتون. نعمر الدجاجه ديالي مزيان على هاد الطريقه، نحاول انني نعمرها مزيان، نرزمها، نديرها في بابي كويسون مع بابي الومنيوم. حتى الرز نفس الشيء غادي نلوي هكا في بابي كويسون، وحتى شويه ديال البطاطا اللي درتها طيب معاهم. غادي ندخلهم يطيبوا في الفران على عافيه متوسطه من ساعه ونص حتى لساعتين على حسب حجم الدجاجه اللي متوفره عندنا. صافي غير نجبدوها ونحسوا بلي الدجاج ديالنا طاب، وحتى البطاطا نعريو عليها ونخليوها تحمر على عافيه، اللي تكون حتى هي متوسطه، كتاخذ لينا داك اللون الذهبي وتجي من ألذ ما يكون، وبالصحه والراحه.